أصدقاء كرتونيتا. فيلمنا بيبدأ بالفار ريمي اللي بيكون عايش وسط عشيرة بيحكمها باباه، وبيكون ريمي فار غير بقية الفيران، بيتميز بموهبة شم رهيبة، وبيكون بيعشق حاجة اسمها أكل، ولازم يكون الأكل نضيف. وبيعرفنا بأخوه إيميل، ولما باباه بيعرف إن حاسة الشم اللي عنده دي مفيدة بيعطيه مهمة إنه يشم الأكل قبل ما أي حد ياكله عشان يعرف فيه سم ولا لأ، وبكده بيبقى بيحافظ على العشيرة بتاعته من التسمم. وبيكون ريمي زهقان من العيشة بتاعته، وده بيحطه في نقاشات مع باباه ملهاش آخر، وبيقوله إنه يرضى بالوضع اللي هو فيه لأن دي حياتهم وإنهم فيران. ريمي كان دايما شايف إن البشر حياتهم فيها متعة أكتر، وإنهم مش عايشين كده وخلاص. وبيدخل في يوم بيت ست عجوز وبيشوف على التلفزيون الشيف جوستو وهو بيقدم البرنامج بتاعه اللي بيبقى نفسه يبقى زيه، وبيبقى واخده مثله الأعلى. وبعدين بيعمل ريمي حياة سرية لنفسه بيدور فيها على أكل نضيف، وبيكون عاوز يخترع وصفات جديدة. فبياخد أخوه إيميل وبيطلعوا فوق المدخنة عشان يجرب وصفته، ولكن بيجي برق عليهم وبيقعوا من على البيت. ولما بيدوق ريمي اختراعه بيعجبه جدا، بس بيحس ساعتها انه ناقصه حاجه، فبيدخل بيت الست العجوز عشان يجيب منها كام بهار كده. وبعدين ريمي بيسمع اخبار من التلفزيون ان جوستو مات، فبتشوفوا الست العجوز هو واخوه وبتضرب عليهم نار وبتفضل تهاجمهم لحد ما بتوقع سقف البيت، وبتتصدم لما بتلاقي ان العشيرة كلها كانت موجودة عندها في سقف البيت، وبيخرجوا كلهم عشان يهربوا ما عدا ريمي اللي بيرجع عشان ياخد كتاب جوستو معاه، وده بيخلي العشيرة تمشي وهو بيتوه منه. وبيقعد ريمي وحيد حزين مش عارف يروح فين، وبيتخيل وهو بيقلب في كتاب جوستو انه بيكلمه وبيفضل يسأله هو انت زعلان ليه، فبيحكي له ريمي على اللي حصل، وبيفضل يلوم نفسه ان سبب كل ده. فبيتكلم مع جوستو وبينصحه انه طباخ شاطر وانه يقوم يدور وهيوصل للي هو عاوزه، وبيفضل يمشي لحد ما بيوصل عند مطعم جوستو، وبيكون عنده فضول يتفرج عليهم هما بيطبخوا، وبيبقى واقف ريمي يتفرج عليهم من فوق. وجوه المطعم بيظهر لينجويني اللي بيكون جاي عشان يشوف وظيفة، ولما بيقابله سكينر اللي هو المدير الحالي لمطعم جوستو بيعينه عامل نظافة لانه ملوش في الطبخ. وفي يوم لينجويني وقع شوربة كانت بتتحضر للزباين وحاول يصلحها لكنه بوظها اكتر. ريمي كان بيراقب كل ده من الشباك، ووقتها خيال جوستو قال له ان دي فرصته، وقرر انه يدخل يساعده من غير ما حد يشوفه. بدأ يعدل في الشوربة وفعلا الطعم بقى رهيب. لما الزباين دقوا الشوربة كانوا مبهورين جدا بيها، ووقتها سكينر افتكر ان لينجويني هو اللي عملها، لكنه كان شاكك فيه لانه عارف انه ما بيعرفش يطبخ، فقرر يديله فرصة لكن كان بيراقبه طول الوقت. خد لينجويني الفار وبدل ما يموته زي اي حد بدأ يتكلم معاه، واتصدم لما عرف ان الفار فاهم كلامه. وبعدين عملوا اتفاق انه يفضل معاه عشان يساعده يعمل الشوربة تاني، وبياخده يعيش معاه في البيت. ولما بيصحى لينجوين الصبح بيلاقي الفار واقف في المطبخ بيعمل له فطار، وبعدين بياخده وبيروح على المطعم. وبيجي ريمي فكرة انه يقف على راس لينجويني ويتحكم فيه من خلال شعره، وفضلوا يتمرنوا على الوضع ده كتير عشان يعرفوا يعملوا اكل اسرع. وفي نفس الوقت كان سكينر شاكك في لينجويني وحاسس انه وراه حاجه. وبعدين بينجح لينجويني ان يعمل الشوربه مره تانية، وبيقول له سكينر انه لازم يتعلم اكلات تانية غير الشوربه ده لو عاوز يكمل معاهم، وبيخلي الشيف كوليت هي المسؤوله عن تعليمه اصول المطبخ. في نفس الوقت سكينر كان بيحاول يسيطر على المطعم بالكامل. المطعم كان في الاصل ملك الشيف جوستو، ولما مات سكينر بقى المدير الحالي اللي ماسك المطعم. وفي يوم وصل خطاب للمطعم من محامي الشيف جوستو. الخطاب كان بيتكلم عن وصية مكتوبة ان لو جوستو عنده ابن يبقى هو الوريث الشرعي للمطعم، لو عدى سنتين من غير ما يظهر حد وقتها يبقى سكينر هو اللي هيورث المطعم. وبدأ ساعتها يدور سكينر في اوراق جوستو القديم، وفعلا لقى اثباتات في الجواب بتاع مامة لينجويني بتقول ان لينجويني هو ابن جوستو من علاقة قديمة. هنا سكينر اتجنن لان لو الخبر ده صحيح هيخسر المطعم وكل الارباح اللي كان بيعملها هتروح من بين ايديه، وكلم المحامي بسرعة عشان يجي ياخد عينة DNA ويتأكد بنفسه. سكينر قرر يعمل اي حاجة عشان يخفي السر. اول حاجة عملها انه خبى الوصية في مكتبه وقفل عليها، وحاول انه يضغط على لينجويني في الشغل عشان يخليه يفشل ويطرده. وبتظهر كوليت وهي بتقول للينجويني ان المطبخ ده مش مكان للهزار، ولو مش هتركز وتتعلم هتخسر فرصتك هنا. كانت شديدة جدا وما كانتش بتسيب له فرصة انه يغلط، وقالت له في المطبخ ده مفيش حاجة متأخرة، لو اتأخرت عن موعد تقديم الاكل الزبون هيتضايق. وبدأت توريله ازاي يمسك السكينة وازاي يقطع الخضار بشكل سريع. وبيكون وقتها سكينر بيراقب لينجويني في كل مكان، وبيجي وقت الزباين بيكونوا عاوزين أكلة جديدة من لينجويني، فبيخليه سكينر يعمل طبخة كانوا كل الشيفات عارفين إنها صعبة.
وبيحاول ساعتها ريمي انه يعمل الوصفة بس بطريقته هو، ولما بتتقدم للزباين بيبقوا مبهورين بيها وبيتجمعوا في الاخر وبيحتفلوا بانجاز لينجويني. ولما بيبقى ريمي قاعد بره المطعم بيلاقي اخوه ايميل وبيعرف ان العشيرة بتاعته موجودين في باريس، ووقتها بيدخل يسرق من المطبخ عشان ياكل اخوه وبيعلمه ازاي ياكل كويس، وبعدين بياخده عشان يشوف باباه فبيعملوا احتفال لرجوعه ليهم، وبيعرف باباه انه خلاص بقى ليه مكان بعيد عنهم وهيبقى يزورهم كل فترة، وانه بقى قريب من البشر شوية. باباه مش بيعجبه الوضع وبياخده عشان يوريله حاجة، بيوريله وقتها فيران متعلقة وميتة وجنبها سم فران، وبيقوله ان ده نهاية اللي يقرب من البشر، بس ريمي مش بيقتنع وبيسيبه يمشي. وبيجي تاني يوم لينجويني بيبقى نايم في المطبخ، ولما كوليت بتدخل المطبخ وبتحاول تكلمه مش بيرد عليها فبتتضايق منه، فساعتها بيفوق وبيحاول يكلمها عشان يقول لها الحقيقة، بس وقتها ريمي مش بيديله فرصة. وبعدين بيظهر سكينر لما اتأكد ان خلاص لينجويني يبقى ابن جوستو، بس المحامي بيقول له ان الشعرة اللي خدها للعينة تبقى شعرة فار. وبعدين بيبان على لينجويني وكوليت ان التوتر راح بينهم واندمجوا مع بعض. تاني يوم بيجي ايميل واصحابه قدام مطعم جوستو، بيكونوا عايزين ريمي يسرق اكل من المطعم، ولما بيدخل عشان ياخد الاكل بيلاقي الباب مقفول، فبيدخل اوضه جوستو عشان يجيب المفتاح، ووقتها بيلاقي وصية جوستو، ولما ريمي بيفتحها بيعرف ان لينجويني يبقى ابن جوستو. وبعدين بيدخل عليه سكينر وبيشوفه وهو ماسك الورق، فبياخد منه الاوراق بسرعه ويطلع يجري، وبيفضل سكينر يجري وراه ولكن ما بيلحقوش. ولما بيرجع المطعم بيلاقي ان الكل عرف ان لينجويني يبقى ابن جوستو، وقتها بيطردوه بره المطعم وبيتشهر لينجويني في الصحف وبيفضلوا يتكلموا عنه. في الوقت ده كان في ناقد اكل مشهور جدا اسمه انطوان ايجو. ايجو ده كان شخص مرعب بيكتب مقالات تقدر تدمر اي مطعم. ايجو كان مستني اي غلطة من مطعم جوستو عشان يكتب مقال يخلص عليهم. اللحظة دي انطوان ايجو قرر انه يزور المطعم ويحكم عليه. دي كانت لحظة حماسية، ولكن الكل كان متوتر جدا. من كتر التوتر لينجويني اتعصب على ريمي وطرده بره، فريمي اتعصب منه وعشان ينتقم من اللي عمله عزم عشيرته كلها ودخلهم المطبخ بتاع المطعم. وقتها لينجويني بيكون بيدور عليه وبيروح له المطعم عشان يشوف موجود ولا لا، ولما بيلاقيه في المطعم بيحاول يعتذرله، ولكن بياخد باله ان ريمي جاب اصحابه الفيران وكانوا بيسرقوا اكل من المطبخ، وبيقول له كده انت خنت الامانه، وبيطردهم كلهم بره. وبيجي الوقت اللي ايجو هيزور فيه المطعم، وبيكون لينجويني متوتر جدا عشان ما يعرفش هو هيطبخ له ايه، وبيكون ساعتها ريمي شايفه من بره المطعم، ومره واحده بيتحبس جوه صياده فيران، وبيكون سكنر هو اللي خطفه وبيحبسه في شنطه العربيه، ولكن اخوه ميل وابوه بيجوا بيطلعوه من العربيه وبيسيبهم، وبيروح ريمي بسرعه على المطعم عشان يساعد لينجويني في المطعم. وبيكون ساعتها ايجو عايز اختراع من اختراعات لينجويني، وبيكون لينجويني واقف متوتر جدا عشان مش عارف هيعمل له طبخة ايه. واول ما بيدخل الفار ريمي المطبخ بيشوف الطباخين وبيحاولوا انهم يموتوه، ولكن لينجويني بيقف قدامهم وبيقول لهم الحقيقة كلها، وانه مش بيعرف يطبخ، وانه طول الوقت الفار هو اللي كان بيطبخ. ولما بيعرفوا الحقيقة بيسيبوا المطعم ويمشوا. ووقتها بيفكر ريمي انه يجيب العشيرة بتاعته يساعدوه في الطبخ. وفي وقت ما الفيران كانوا بيطبخوا بتدخل عليهم كوليت وبتتصدم من المنظر اللي بتشوفه، ولكن لينجويني بيحاول يهديها، وبعدين بتحاول تفهم الفار عاوز يطبخ ايه، وبتعرف انه عاوز يعمل طبخة اسمها خلطبيطة بالصلصة، وبيروح لينجويني بنفسه عشان يقدمها لإيجو. واول ما إيجو بيدوق الأكلة بيرجع لورا، بيفتكر ذكريات طفولته كلها، ومامته كانت بتعمله نفس الأكلة دي، وبيبقى مبهور منها جدا. وبعد ما بيخلص أكل بيبدأ يسأله عن الشيف اللي طبخ الأكلة دي، بيقول له لينجويني لو عايز تقابله لازم تستنى لحد ما كل الناس دي تمشي. وبعدين بيدخلوا عليه بريم، وأول ما إيجو بيشوفهم مش بيبقى مصدقهم، ولكن بيحاول لينجويني إنه يشرح له الوضع، وساعتها مش بيقول أي حاجة غير إنه بيشكرهم ويمشي. تاني يوم بنعرف إن إيجو كتب مقال إيجابي عن المطعم، ولكنه اتقفل بسبب قوانين الصحة لما عرفوا إن الفيران اللي كانت شغالة فيه. ومع ذلك ريمي ولينجويني فتحوا مطعم صغير على قدهم، حققوا حلمهم، وبقى الكل عايش مبسوط. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.